سيدنا محمد، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى نعمل الاكله الحرشه الجميله دي، اكله الكرشه. من السنه للسنه جميله جدا، وريحتها خطيره، وقلب البيت كده ما شاء الله كله كله طالع لي دلوقتي عشان ياكل منها. يلا بينا ندخل على الفيديو. معانا يا حبايبي الكرشه اهي جميله ما شاء الله، الاكله الحرشه. غسلاها خليها شمعة منوره، ونقعها بالملح والليمون والدقيق. غسلاها كتير جدا ومنضفاها وشايله الدهون اللي ورا في الجلد دي. جميلة خالص اهي ما شاء الله. هنولع المية على النار تغلي ونحط فيها الكرشة بتاعتنا. المية بتاعتنا غليت يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. دي حوالي كيلو ونص من الكرشة. اللهم صل على سيدنا محمد. اضيف لها بقى بصلاية مقطعة، ورق لورا، وفلفل اسود، واسيبها كده تاخد غلوتين مع بعضها. الكرشة بتاعتنا يا حبايبي غليت غلوتين اهي. اطفي عليها النار ونشيلها من المية دي خالص واتخلص من المية. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت معلقتين سمنة يا حبايبي. حط نص معلقة توم. اللهم صل على سيدنا محمد. الكرشه دي ما تاكلهاش مع اي حد، يعني لازم نظافتك انتي وحد انتي واثقه فيه، مش اي حد تاكلي منه كرشه وممبار والحاجات دي والكلام ده كله يعني. بتغسليها 10 مرات لحد ما تنضف كده وتبقى طالعه جميله. حطينا التومه بتاعتنا اهي. حطي حبه كزبره. اللي بنشوح فيهم الكرشه. اللهم صل على سيدنا محمد. وريحانة على التومه كده تبقى ريحتها جميله. نحط عليها الطماطم يا حبايبي. كده تغلي بقى مع بعضها. غلي غلوتين اهي يا حبايبي. احط فلفل اسود وحبهان وقرفه وبابريكا وورق لورا، كل حاجه نص معلقه صغيره. اللهم صل على سيدنا محمد. هزودها كوبايتين ميه سخنه. واسيبها تستوي بقى مع نفسها. الكرشه بتاعتنا داخله في السوا يا حبايبي اهي. نحط الملح بتاعنا. اللهم صل على سيدنا محمد.
نسيبها تغلي حبتين كمان كده ونطفي عليها. ودي الكرشة بتاعتنا يا حبايبي بعد ما خلصناها، ما شاء الله جميلة وريحتها تحفة والله ما شاء الله. بألف هنا وشفا للي ياكل. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك واشتراك في منوعات ماما نادية.